حمزة بن دلاج أحد أشهر الهاكر في العالم، إن لم يكن أشهرهم فأكثرهم خطورة. إنه الهاكر الذي صنف ضمن أخطر 10 أشخاص مطلوبين من الاستخبارات الأمريكية. تمكن من اختراق أكثر من 217 بنكا من كبار البنوك حول العالم، وأغلق 8000 موقع فرنسي. إنه حمزة بن دلاج أسطورة الهاكرز العربي. حمزة بن دلاج هو عربي وجزائري الأصل والموطن والتنشئة، ولد عام 1988 بالجزائر، ودرس بجامعة باب زوار للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر، ليخرج منها كمهندس في الإعلام الآلي عام 2008. لكن فيما يبدو أنه حمزة بن دلاج وميوله كانت نحو مجال آخر، فدرس عبد الدلاج صيانة الكمبيوتر لمدة 3 سنوات، ثم اتقن البرمجة وهو لم يتعدى 20 ربيعا عن طريق تعلمها من الانترنت. وما جعل الأمر هنا مثيرا للاهتمام ليس هو حمزة الصغيرة بل مستواه المادي، فحمزة لم يكن من أسرة غنية بل من أسرة فقيرة، لكنه تغلب على ظروفه وتعلم البرمجة